معنا الآن من القاهرة دكتور سيد أحمد فتح الله، أستاذ بجامعة الأزهر وعضو هيئة علماء الجمعية الشرعية. كذلك يرافقنا من القاهرة أحمد عبد ربه، عضو مكتب شباب جبهة الإنقاذ الوطني وعضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية. أبدأ معك سيد عبد ربه، ما موقفكم أنتم في البداية من هذه الوثيقة وما قيمتها سياسيا؟ الحقيقة أن هذه الوثيقة لم تقدم جديدا للثوار في ميادين التحرير في كل محافظات جمهورية مصر العربية، فالتأكيد على حرمة الدم والتأكيد على أن القصاص العادل هو السبيل، وعلى أن الحوار هو الطريق إلى حل المشكلات لا اختلاف عليه لدى أي من الأطراف السياسية ولا عند الثوار. لكن الحقيقة إذا ذهبت الأطراف السياسية للتحاور تاركين دماء الثوار خلفهم على كل أسفلت الميادين التحرير في القاهرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والمحلة وكل ميادين التحرير في مصر، فهنا يحدث خلل ولم يقدموا جديد إليهم، على الرغم من انتمائي إلى مكتب شباب جبهة الإنقاذ الوطني الذي شارك في الحوار وفي بلورة هذه الوثيقة. بالطبع، إلا أنه شباب جبهة الإنقاذ الوطني هم جزء من الشباب المشاركين في التظاهرات في الشارع بشكل يومي وفي الاعتصامات، رافضين هذا الديكور الذي تم طرحه اليوم من خلال حوار لم يقدم أي بديل ولم يقدم أي جديد، ولم يتطرق للحديث عن حق الشهداء الذين سقطوا على يد نظام الدكتور محمد مرسي الآن، أو من قبل على يد جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية، أو على كل وعوده التي لم يفي بأي منها، أو على الحوارات الوطنية السابقة. نعم، دعنا نأخذ رأي سيد أحمد فتح الله أيضا. البعض يرى في هذه الوثيقة كلام عام ليس حوله اختلاف كما ذكر السيد عبد ربه منذ قليل، وعامة وفضفاضة، وقد لا تقدم أو قد لا تكون لها قيمة سياسية تذكر. ما رأيك؟ لا شك أن هذه الوثيقة لها قيمة سياسية عظيمة جدا في أنها تدعو القوى الوطنية إلى التوحد وإلى نبذ العنف وإلى العمل السياسي بدلا من استخدام وسائل غير مشروعة في القتل وإسالة الدماء. وهذا تطور جيد في تاريخ الأزهر وفي دعوة شيخ الأزهر لهذا الملتقى ولهذه الوثيقة. لكن عفوا سيد فتح الله، قد يقاطعك أحدهم سائلا: لماذا الدماء المصرية التي سالت مؤخرا والعشرات الذين قتلوا لم يصدر الأزهر بيانا بشأنهم، وأصدر هذا البيان الوفاقي الذي رحبت به الرئاسة؟ ركزت الوثيقة في بنودها على حق القصاص، وكلمة القصاص شاملة وكاملة وتامة تشمل كل من سقط إن شاء الله شهيدا في هذه الأحداث، وما كانت هذه الإجراءات وهذه الهبة إلا من أجل الحفاظ على الأموال وعلى الأعراض. فمن الظلم والافتئات أن نقول أنها لم تطالب بحق الشهداء، وليس كل إنسان يريد مطلبا خاصا بذاته يذهب ويقول إن الوثائق هذه غير مهمة. هذا ادعاء باطل. عندما نقول القصاص فالقصاص مطلق للجميع، وعلى من عنده أدلة على حق في دم أن يتقدم به للجهات المسؤولة. ونحن نهيب بالثائرين الأحرار أن يميزوا بين أنفسهم وبين أولئك المغرورون وبين أولئك المغرورين الذين يقعون فريسة للهوى وللظلم وللاعتداء والغوغائية. هذا ينبغي أن نفرق بين هذا وذاك، وآن الأوان أن نضع حدا للممارسة غير المسؤولة التي يقوم بها كثير. لكن أليس الحوار الأصلي والأساسي والذي يضيف يجب أن يعقد في قصر رئاسة الجمهورية ما بين المعارضة الجبهة ودكتور مرسي والإخوان، وليس مع الأزهر؟ أي دور سياسي للأزهر اليوم؟ لا بأس أن يأتي من أي كان، يعني ما دامت مؤسسة مشروعة ومؤسسة لها دورها في الوطن فلا بأس إطلاقا، ما دام هناك احتقان. ربما جبهة الإنقاذ محتقنة ولا تريد أن تقيم حوارا مع الرئيس، فلا بأس أن تقوم بذلك جهة أخرى ولا عيب في ذلك. والرئيس نفسه رحب اليوم بما توصلت إليه هذه الوثيقة، وهذا نريد أن نشيع روحا من التلاقي، ونريد أن يضبط المعتدون
ونحن نطالب مع الأخ من الشبان الأحرار أو ثوار شباب الثورة، نعم. نطالب معه بالقصاص لكل أحد، من سقط من قبل ومن سقط من بعد، نعم. ولا تمييز في ذلك واضح. مطلقا. سيد عبد ربه، لماذا أنتم ترفضون كل شيء؟ ألا تحتاج مصر في حالة الانقسام الحاد هذا إلى سقف جامع؟ يرى البعض أن الأزهر مخول للعب هذا الدور، لماذا لا تعطونه فرصة أصلا؟ شباب الثورة هم الأكثر حرصا على الحوار وعلى القصاص وعلى حقن دماء المصريين، وقد حاولنا وطرحنا هذا عدة مرات من خلال مؤتمرات صحفية ومن خلال بيانات أصدرناها ومن خلال كل الآليات التي نستطيع من خلالها توصيل رسالتنا أننا نريد التقدم للبلاد، وهذه هي كانت أهدافنا. لكن عفوا، جبهة الإنقاذ التي أنت تمثلها سيد عبد ربه رفضت الحوار ولم تذهب لحوار الذي دعا إليه دكتور مرسي، وذهبت إلى حوار الأزهر. أليس هذا خلطا في الأولويات ربما وعاجلية الأمر؟ ما أنا عايز أرد على الجزء ده بالتحديد، أنه الدكتور محمد مرسي وعد عدة وعود قبل وصوله للرئاسة ولم ينفذ أي منها. الدكتور محمد مرسي التقى عدد من قيادات جبهة الإنقاذ وعدد من قيادات سياسية ومرشحين الرئاسة السابقين في حوارات وطنية سابقة ولم تخرج بأي شيء، ثم أعلن الدكتور محمد مرسي عن إعلان دستوري مكبل نراه غير دستوريا في الحقيقة، دون استشارة أي من تحاور معهم في هذا الحوار الوطني، ودون استشارة أي من مستشارين، ودون استشارة نائبه. ثم يا سيدي الفاضل، دعني أكمل هذه الجملة. تفضل. ثم قاموا بحوار آخر، حوار وطني بعد أحداث الاتحادية وذهب إليه بعض القوى. نتيجة هذا الحوار كانت بخصوص قانون الانتخابات. عندما دخل قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى خرج بذي آخر وبنص آخر، وقيل من الرئاسة أن الحوار الوطني غير ملزم. فعن تجربة من الحوارات الوطنية مع الرئاسة لم تخرج بنتيجة، والنتيجة كانت صفر، ولم يلتزم الدكتور محمد مرسي بأي من النتائج. عليه لم نكن ولا نثق في وعود الدكتور مرسي الآن وفي أي حوار أن يكون جادا معه. إنما يتحاور المتخالفون كما يقول الأمر وليس المتفقون. لماذا ذهبتم إلى حوار ما اعتبرتموه ديكور واعتبرته الآن ديكور، وترفضون الحوار مع طرف أساسي ورئاسة ولاعب رئيسي في المشهد؟ أولا ما زلنا نعتبر الحوار، لكن الحوار الجاد وما دعا له إليه الدكتور محمد مرسي لم يكن حوارا جادا. يعني هذا مع الأزهر جاد؟ بينما حاولت مؤسسة الأزهر أن تقوم بدور الوسيط، وقد اقتنع قيادات جبهة الإنقاذ من السياسيين الكبار، ولهم الحق في محاولة حقن الدماء والذهاب إلى شيخ الأزهر كوسيط وكرجل دين وسطي يشهد له الجميع بالنزاهة يعني في مصر. لكن هناك من يقول أن الأزهر فقط يبحث عن دور، وهذا الحوار لن يقدم ولن يؤخر من حقيقة الأمر شيئا. في تقدير الشخص، أنا أتكلم عن وجهة نظر من ذهبوا، هم رأوا أن هذه فرصة للحوار، لكن في تقدير الشخصي أن فعلا مؤسسة الأزهر لن تقدم شيئا في هذا الوقت. هي تفعل ما فعلته أثناء 18 يوم الأولى من الثورة عندما دعت جميع الأطراف إلى حوار من أجل إنقاذ نظام مبارك. الآن هي تحاول نفس الدور وتقوم به مرة ثانية من أجل إنقاذ أخذ رد سيد أحمد فتح الله فيما تبقى من الوقت. لو سمحت سيد فتح الله، أنتم حاولتم إنقاذ مبارك في أيام الأخيرة والآن تحاولون إنقاذ السلطة والأمور تتدهور على الأرض، ما ردك على ذلك؟ الأزهر فيه قطاعات كثيرة، ونحن بصفتنا القطاع الأكبر في الأزهر كنا رافضين لنظام حكم مبارك. تصريحات رئيس المؤسسة لا تلزم أفرادها بالضرورة، ولكن القطاع الأكبر من الأزهر كان رافضا لمبارك على مدار سنين، والمنابر تشهد بذلك وكتابات الأساتذة تشهد بذلك. ثم إنني أحب أن أقرر هنا مبدأ أن الحوارات لا تنفذ ذاتها بذاتها، وإنما ينبغي أن ينفذها الناس الذين حاوروا. وليس معنى الحوار مع الرئيس أو مع غيره أن ألزمه بما أرى أنا. فالاختلاف على الإعلان الدستوري يمكن أن أقول أنا وأرد على الأخ الذي تحدث أنا كنت مؤيدا للإعلان الدستوري. لا يمكن أن يفرض هو رأيه على مجموع المصريين، وبالتالي فلا يصح أن يتخذ موقفا متعنتا متشددا إذا ما كان هناك رأي آخر. هذه هي آليات الحوار الديمقراطي إذا شئنا الرجوع إلى الحق.
الأزهر يقوم بدور وسيط، نعم لا بأس بذلك. إذا كان أخطأ في السابق في حماية أو في محاولة حماية الرئيس المخلوع، فهو يحسن الآن للشعب كله وليس في محاولة إنقاذ لرئيس. نعم. لأن هذا الرئيس منتخب والشعب الذي اختاره كفيل بحمايته. شكرا جزيلا لك من القاهرة دكتور سيد أحمد فتح الله، أستاذ بجامعة الأزهر وعضو هيئة علماء الجمعية الشرعية. نشكر كذلك من القاهرة أحمد عبد ربه، عضو مكتب شباب جبهة الإنقاذ الوطني وعضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية. إلى شأن آخر الآن، حيث قال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراقي دكتور أشتي حوراني في تصريح خاص لبي بي سي، قال إن حكومة الإقليم مصممة على المضي قدما في مد خط أنبوب لنقل النفط عبر أراضيه باتجاه تركيا دون انتظار أي تسوية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، مشيرا إلى أن الاستعدادات بلغت مرحلة متقدمة لبدء المشروع. تصريحات الوزير تأتي في أعقاب تصعيد جديد بين الإقليم والحكومة العراقية بعد أن أوقفت أربيل صادراتها النفطية عبر أنبوب كركوك جيهان. الحقول النفطية في العراق مصدر رئيسي لدخل العراقيين ومصدر من مصادر خلافاتهم أيضا. أحدث فصل في هذه الخلافات هو تهديد الحكومة الاتحادية باتخاذ تدابير ضد